اهلا بكم يا جماعه. انا ابراهيم توفيق عكاشه، وجاي النهارده من مزرعه عكاشه عشان اعرفكم بمشروع الخرفان البرقي. مشروع الخرفان البرقي مشروع ناجح جدا. مشروع انا جاي النهارده هقول لكم على دراسه جدوى ل10 خرفان برقي ممكن يعملوا معاك ايه. النهارده لو انت اشتريت 10 خرفان برقي، سعر الخروف حوالي من 6 ل 7000 جنيه. 10 خرفان هيبقوا ب 70,000 جنيه أو 60,000 جنيه حسب شطارتك في الشراء. النهارده الخروف هيتراوح وزنه من 25 كيلو ل 30 كيلو، اللي هو سعره ايه؟ 6000 جنيه ل 7000 جنيه. طب هنصرف عليه ايه؟ ال 70,000 جنيه دول هنصرف عليهم ايه؟ او ال 10 خرفان دول هنصرف عليهم ايه؟ هنصرف على الخروف حوالي 2000 جنيه او 2000 ونص، عشان فترة التسمين بتتراوح ما بين من 4 شهور ل6 شهور على حسب. بس البرقي بيمتاز في ان هو سريع في التحويل اللحم، فممكن الدوره معاك تقعد من 4 شهور ل5 شهور، بس ممكن ما تخشش في الشهر السادس. طيب النهارده يا عم ابراهيم انت بتقول 2000 جنيه و60,000 او 70,000، يعني حسبتنا هتقفل ما بين ال 80,000 او ال 90,000. طب يا عم ابراهيم انت قلت لنا على مصاريف الاكل والتحصين اللي هم ال 2000 جنيه، وقلت لنا على سعر الخروف. طب احنا هنبيع بكام؟ هنبيع النهارده سعر الكيلو يا جماعه في البرقي، لانه يمتاز بانه هو الليه بتاعته بسيطه وعليه اقبال شديد قبل العيد، لان الناس اللي هي بتحب اللحم بقى اللي هو المسكر وبتاع ما فيهوش دهن بتحب البرقي جدا. تمام. اللي بيفهم في الضاني يعرف يعني ايه لحم برقي. تمام. طيب النهارده الخروف هيوصل معانا قد ايه؟ هيوصل من 55 كيلو ل 60 كيلو. يعني النهارده الخروف اصلا الكيلو اللحمه النهارده في الخروف البرقي وصل ل 180 جنيه و185، وساعات ناس بتبيعه ب 190 كمان. يعني الخروف في اخر الدوره هتلاقيه بيتباع من 10,000 جنيه ل 12,000 جنيه. يعني انت النهارده ال 80,000 جنيه اللي انت حطيتهم، او لو قلنا حتى 90,000 جنيه، هيقفلوا معاك من 110 ل 120,000 جنيه. يعني معاك صافي ربح 20,000 جنيه. يعني ولا تقول لي بنك ولا بتاع، بطل كسل يا ولا، بطل كسل وركز معانا شويه. الانتاج الحيواني ثروه ومهمه جدا، ومشروع الخرفان البرقي مشروع قوي وناجح، وممكن فيه كمان تحسينات بدخول سلالات اخرى. لو دخلنا سلاله تانية مع البرقي وعملنا لهم تزاوج بيطلعوا لنا سلاله قويه جدا، ممكن توصل وزنها ل 100 كيلو. بس خلينا النهارده نكلمكم على الخرفان البرقي بس، وفي فيديو تاني ممكن اعرفكم السلاله اللي مع البرقي تخلينا نوصل للخروف ل 100 كيلو. انا النهارده بقدم لكم مشروع الخرفان البرقي ب10 خرفان. هتستثمر، هتشتري الخرفان من 60 ل 70، هتعلفهم، الخروف هيصرف عليك 2000 جنيه، يعني هيوصل الموضوع ل 90,000 جنيه او 80,000 جنيه حسب شطارتك انت اشتريت بكام وهتبيع بكام، برضو دي بتفرق معاك. ف خلينا نقول الدوره معاك هتقفل من 110 ل 120,000 جنيه، يعني ربحك حوالي 20,000 جنيه. النهارده لو حطيت ال 100,000 في البنك مش هيجيبوا لك ال 20,000 جنيه في خلال 5 شهور، مش هيجيبوا لك غير مش هنكمل 9000 جنيه او 10000 جنيه في ال5 شهور لو حطيتهم في البنك. لكن لو حطيتهم في مشروع الخرفان البرقي هيكسب الضعف، وهو 20,000 جنيه. اشتغل وبطل كسل وشغل دماغك مع مشروع الخرفان البرقي، انت ناجح. وهقول لك ازاي تحسن كمان السلاله وتديك ازيد، ويخلي بدل 20,000 اخلي لهم لك 36,000. لو عاوز تعرف ازاي تخلي ال 20,000 36,000، تابعني في الحلقه الجديده عشان اعرفك ازاي هتحسن سلاله البرقي وتوصل الخروف من 55 كيلو و60 كيلو ل 100 كيلو، وتكسب الاضعاف الاضعاف الاضعاف. وهخلي لكم الخرفان ولا اكنها مشروع، زي ما بيقولوا مشروع الفراخ البيضة هو مشروع هيروين، لا، او مشروع الخرفان البرقي كمان اكتر من تجارة الهيروين. او المعلومة الخطيرة دي هقولها لكم في فيديو تاني، استنوني وتابعوني عشان اعرفكم. اشتغل بلاش كسل.
بلاش تروح تحط فلوسك في البنك، اشتغل وساعد الدولة، خليك منتج. الانتاج مهم جدا، والفترة دي محتاجين كله يشتغل على الانتاج والتصدير عشان نرفع من شأن بلدنا مصر. انا ابراهيم توفيق عكاشة، كنت معكم من مزرعة عكاشة، وخلينا نبقى نحكي في مشاريع تانية وهعرفكم مفاجآت وحاجات، والانتاج الحيواني والزراعي وصل لايه في مصر.